مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. الفحوصات المخبريه التي اجريت اليوم 30 من ديسمبر تؤكد اصابه 32 مواطنا بفيروس كورونا. ارتفاع نسبه استخدام المؤسسات الصحيه في حقات. الخدمات الاجتماعيه تسهم في تجمع القرى بقحتيلاي. لافروف يؤكد أن التعاون الروسي التركي سيستمر رغم العقوبات الأمريكية. اليابان تعتمد ميزانية عسكرية ضخمة لمجابهة قوات الصين العسكرية. وفرنسا تؤكد بأن عام 2020 كان الأكثر سخونة في تاريخ البلاد. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 30 من ديسمبر في مراكز العزل وأقسام استقبال المرضى في الإقليمين الأوسط والقاشبركة وكذلك المتأهبين للسفر خارج البلاد أظهرت إصابة 32 مواطنا بفيروس كورونا. وظهرت إصابة فيروس كورونا في 26 شخصا ممن كانوا يتأهبون للسفر لخارج البلاد، وهم 24 من أسمرة بالإقليم الأوسط، وواحد من سنعفي، وواحد من عد قيح بالإقليم الجنوبي. أما الثلاثة من الستة الباقين كانوا في مركز العزل بإقليم القاشبركة، واثنان في أقسام استقبال المرضى بأحياء أسمرة، وواحد في مركز العزل بالإقليم الأوسط. وبهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 1252 إصابة، شفي منها 643 حالة، ووفاة مريض واحد بفيروس كورونا، ولا يزال 608 من مرضى الكورونا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 30 من ديسمبر 2020. أفاد مكتب وزارة الصحة في مديرية حقات ارتفاع نسبة استخدام المؤسسات الصحية بأكثر من 90%. وأوضح المكتب بأن أنشطة التوعية الصحية التي يقوم بها الكادر الصحي في المديرية رسخ الوعي الصحي بأهمية الطب الحديث وخفض من الأمراض. وذكر مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض قبر مسقل قبر هيويت وجود مستشفى و6 عيادات ونقطتين صحيتين في عد أري وبادوب، داعيا منح الاهتمام لضاحية أيدامر. وأشار إلى بناء السكان غرف الانتظار الحوامل في عيادة كرمد التي تم صيانتها، موضحا عن توزيع أكثر من 1000 ناموسية لخفض الملاريا إلى مستويات متدنية. وأشار مكتب الصحة في مديرية حقات إلى وصول نطاق تطعيم الأطفال لنسبة 100%، وإصحاح البيئة لنسبة 95%، والولادة في المؤسسات الصحية لنسبة 85%. أسهمت مؤسسات خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء التي أدخلت في قحتيلاي في تجمع القرى واستقرار رعاة الرحل. وأوضح مدير بلدة قحتيلاي السيد زيرس النايتس أجاي بأن الأسر التي تجمعت من القرى المحيطة بالبلدة تستفيد من الخدمات الاجتماعية. وذكر بأن المباني التي شهدتها الحكومة وقدمت للتجار بأسعار مناسبة كان لها دور ملحوظ في تطور البلدة، ويجري العمل حاليا لإدخال خطوط الكهرباء والمياه إلى المنازل. هذا وتقع قحتيلاي في مديرية قندع ويزاول سكانها التجارة والزراعة. تبرع الإريتريون المقيمون في إسرائيل بمبلغ 58,410 دولار أمريكي لجمعية معاقي الحرب، و29,875 دولار لإعالة أسر الشهداء، و15,120 دولار لمساعدة 21 أسر الشهيد. كما تبرع المواطنون بمبلغ 78,400 شيكل إسرائيلي للتصدي لوباء فيروس كورونا. وبهذا وصلت تبرعات الإريتريين في إسرائيل للتصدي لكورونا إلى 1,724 شيكل إسرائيلي. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن التعاون العسكري بين موسكو وأنقرة سيتواصل رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق هذا الشهر على تركيا على خلفية شرائها منظومة دفاع صاروخية روسية الصنع. وقال لافروف في أعقاب محادثات مع نظيره التركي مولود شاويش أوغلو في موسكو أنهم عازمون على تطوير التعاون الفني والعسكري، مؤكدا بأن الرئيس فلاديمير بوتين يقدر عزم تركيا على مواصلة التعاون في هذا المجال رغم الضغوط غير الشرعية لواشنطن.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف ديسمبر فرض عقوبات على تركيا، وذلك بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400. وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه العقوبات معتبرا أنها تعدي على سيادة بلده. ورغم تعارض روسيا وتركيا في العديد من القضايا ومن ضمنها سوريا وليبيا والقوقاز، إلا أنهما تؤكدان الحفاظ على علاقات بناءة، خصوصا بسبب العلاقات الجيدة بين الرئيسين بوتين وأردوغان. أغرت الحكومة اليابانية برئاسة يوشيهيدي سوغا رئيس الوزراء زيادة التاسعة على التوالي في الإنفاق العسكري بتمويل يقدر بحوالي 52 مليار دولار للعام المالي 2021-2022، وذلك لتمويل تطوير مشروع إنتاج مقاتلة يابانية خالصة من الجيل الجديد وصواريخ طويلة المدى مضادة للسفن، في خطوة لمجابهة القوى العسكرية المتنامية للصين. ومن المقرر أن تحصل وزارة الدفاع اليابانية بعد إقرار الزيادة على 51.7 مليار دولار للعام المالي الذي يبدأ في شهر أبريل المقبل وفقا للنظام المالي الوطني لليابان، بزيادة بلغت نسبتها 1.1% عن النسبة المخصصة للعام المالي الجاري. وفي ظل الأغلبية المؤيدة لسوغا في البرلمان الياباني، فإن الموافقة على هذه الزيادة ضمن الميزانية المالية الجديدة تعد أمرا مؤكد تماما وفقا لمراقبين. وتقوم اليابان بشراء صواريخ طويلة المدى، كما تدرس تسليح وتدريب جيشها ليصبح قادرا على ضرب أهداف برية بعيدة المدى تصل إلى الصين وكوريا الشمالية وأجزاء أخرى من آسيا. أعلنت الإرصاد الجوي الفرنسية الثلاثاء أن عام 2020 كان الأكثر سخونة في البلاد منذ بدء القياسات في عام 1900، وذلك بعد عام استثنائي يمنح مؤشرا جديدا للاحتباس الحراري. وكشفت الهيئة أن برودة نهاية العام لا تغير شيئا، وصار الأمر رسميا الآن بمتوسط 14 درجة مئوية في أنحاء البلاد، لتكون درجة الحرارة لعام 2020 هي الأعلى على الإطلاق. ورأت منظمة الصحة العالمية أن من المبكر نسب موجة الحرارة غير المعتادة هذه إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. وأوضحت المنظمة أن موجة الحر هذه في المقابل تتماشى مع سيناريوهات مناخية تقدر حصول موجات حر أكثر وأقوى. في الخبر الأخير، أقلعت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس من ميامي إلى نيويورك في أول رحلة تجارية لهذه الطائرة التي منعت من التحليق منذ مارس 2019 بعد حادثتين مأساويتين خلال فترة قصيرة. ومن المتوقع أن تستغرق رحلة الطائرة لشركة أمريكان إيرلاينز ما يقرب عن 3 ساعات. وفي نوفمبر الماضي وقع رئيس إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ستيف ديكسون أمرا برفع أطول حظر لتحليق طائرة في تاريخ الطيران التجاري. ونشرت الإدارة التفاصيل النهائية لتحديثات البرامج والأنظمة والتدريب التي يتعين على بوينغ وشركات الخطوط الجوية إتمامها قبل استئناف نقل الركاب وفقا لرويترز. وقالت 3 مصادر مطلعة أنه عند استئناف الرحلات الجوية ستدير بوينغ غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لمراقبة جميع رحلات 737 ماكس تحسبا لمشكلات محتملة. يشار إلى أن طائرتين من طراز 737 ماكس تابعتين للخطوط الجوية الأثيوبية وليون إير الأندونيسية كانتا قد سقطتا في غضون 5 أشهر في عامي 2018 و2019. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.